تضاعفت أعداد العرب الذين ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي 10 مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. يقسم هؤلاء المجندون على القرآن بالولاء لإسرائيل. اسمعوا يا منير لبنان إسرائيل، اسمع. يرى هؤلاء مستقبلهم في الاندماج في الجيش الإسرائيلي. אנחנו טוענים שהשירות בצבא הוא פלטפורמה מאוד טובה להביא לחיבור טוב יותר של העדה המוסלמית בתוך המדינה. إذا بشوفك كمان مرة بتتفتلي بالبلد بأوعي الجيش رح أكسر لك إجرك. نتابع أول وحدة عربية إسرائيلية تخدم في الضفة الغربية. يسعى منتسبوها لأن يصبحوا جنود إسرائيل العرب. الفجر في صحراء النقب، وقت الصلاة لمحمود قشوع، وهو واحد من الأعداد المتزايدة من الإسرائيليين العرب الذين تطوعوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي. بعتبر حالي صح اني عربي ومسلم، بس بعتبر حالي اني واحد من هالدول انه عايش بدولة اسرائيل، دولة بتمثلنا بتحمينا. يعني هاي الدولة هي دولتنا، يعني احنا لازم نكون، مش لازم هي بتعطينا واحنا كمان لازم نعطيها ونساعد قد ما بنقدر نساعد الدولة، لان هي اللي محافظة علينا وهي اللي حميتنا. يخضع هؤلاء الشباب مسلمين ومسيحيين إلى التدريبات الأساسية مع جاد سار، وهي وحدة جلها من العرب داخل الجيش الإسرائيلي وتتكون من 500 جندي. محمود والمجندون الآخرون يتدربون على إطلاق الذخيرة الحية في ساحة الرماية. اليوم كان أول يوم بطوخ فيه، يعني ولا مرة جربت هيك شيء، كنت يعني مترجيش بأولها ومن شوية خوف، بعدين تعودت شوي. رقم 2، رقم 1، رقم 4، رقم 3، يعني أقل من 4 احنا بنحاربش. ترفض بعض المجتمعات الفلسطينية فكرة انضمام شبابها إلى الجيش الإسرائيلي. الاستقطاب يتصاعد حتى من قبل موجة العنف الأخيرة، فنصف تعداد السكان اليهود كان يرى ضرورة إبعاد المواطنين العرب من البلاد. شو معك أنت قشوع؟ شو ليه فتت الجيش؟ أول شيء أدافع عن أهلي، أدافع عن بلدي، وأكون أول ضابط كمان عندنا بالبلد، لأنه فيش عندنا ضباط كمان. حماس والميليشيات الإسلامية الأخرى هي العدو التقليدي لإسرائيل، لكن الجيش يستخدم الآن داعش أو ما يسمى بالدولة الإسلامية كوسيلة لجذب المتطوعين. المخربين لما يفوتوا على البلد بيهموش انه هذا عربي وهذا يهودي وهذا مسيحي، بيهموا انه فايت يخرب. مش كلياتنا احنا العرب المخربين، لا بالعكس، احنا كمان بدنا نساعد الدولة، نوقف مع الدولة، نساعد اهلنا. يمضي المجندون شهورا في التدريب الجماعي بالصحراء. احنا هنا مش اصحاب، احنا هون اخوة، الواحد صار عاش معي، بناكل مع بعض، بننام مع بعض، عن جد انهم اخوة، بشوف ان اكثر من اخوتي، اكثر من اهلي، بشوف ان مع بعض. شارك بعض العرب وأبناء الأقليات الأخرى في حروب إسرائيل منذ تأسست عام 1948. عادة ما كان البدو يتطوعون، ويجند الدروز أيضا، ولهم وحدة خاصة خاضت حروب لبنان. جاد سار هي أول وحدة عربية من نوعها تخدم في الضفة الغربية. هذه الأرض تحتلها إسرائيل، التي تحتفظ بسيطرة مطلقة على مستوطناتها وطرقها الرئيسية. محمد عايشي جندي مسلم خدم في وحدة جاد سار ل3 سنوات. بندور على الناس الإرهابية، مش مهم إن كان عربي أو مسلم مش مسلم، مسيحي يهودي، وطبعا الناس الأبرياء من خلينا في خال سبيلهم. بتعامل معهم زي أي حدا، اللي منيح بعامله منيح، والعاطل نتعامل معاه زي ما لازم. أنا كمواطنة أنا كبرت بدولة إسرائيل،
تعلمت بالبيت كمان انه زي ما الدولة بتنطيني انا انطي للدولة تبعتي. عاد مجند وحدة قدسار الجدد من تدريبهم في الصحراء إلى القاعدة بالقرب من يعبد. اليوم محمود وأصدقائه مستعدون لأداء قسم الولاء لإسرائيل. לשמור אמונים למדינת ישראל של צבא הגנה לישראל להשפעת החיילים, חלוקת נשק בקוראן, מפקדים, תפוס מקום. محمود ككل الجنود المسلمين في الجيش الإسرائيلي يؤدي القسم على القرآن. ينضم إلى الجيش الذي يعد عماد دولة إسرائيل التي تفرض احتلالها على الضفة الغربية. جميل ونريمان والدة محمود جاء هنا لرؤيته يؤدي القسم، وخطيبته فاطمة أيضا. جميعهم ساندوا قراره بالمخاطرة بحياته من أجل إسرائيل. هذا يوم احتفال بالنسبة للأسرة كلها هنا. يا أبو حبيب قلبي، احنا بظهرك، احنا وراك، احنا بنتابعك، احنا يعني كل خطوة خطوة صار. فاهم كيف؟ أنا فخور فيه، وهي القرار بتاعه، وأنا مشيت ورا قراره. الحمد لله رب العالمين، مبسوطين، وهو مبسوط وإحنا مبسوطين معه. أهلي طبعا فخورين فيه إني أنا بهاي المرحلة، إني أنا في جيش الدفاع الإسرائيلي. كمان أهل خطيبتي كمان فخورين عادي، يعني إنه فيش عندهم اعتراض للشيء. الآن انتهوا من المرحلة الأولى من التدريب، وسيذهب المجندون في إجازة إلى منازلهم. تستعد الأسرة لحفل الشواء على شرف محمود. يرتدي زيه العسكري داخل منزل أسرته فقط. بس هيك من واحد انه شافوني على الاواعي الجيش، قالوا لي انك كنت خاين وهيك، قلت لي ليش بعيني انا، يعني ما اهتمتش، ما ردتش عليه. وإذا انا خاين ليه هو عايش بهاي الدولة، يرجع روح عند العرب، روح عند الهاي. كيف لما شافوني بالمدينة يعني بالاواعي؟ بأواعي الجيش، بأواعي الجيش أنا بموت عليه بأواعي الجيش. يعني محمود إن شاء الله إن شاء الله بده يملي إن شاء الله هاي هالكتاف ويمليها نجم إن شاء الله. كان حلم محمود أن يصبح لاعب كرة محترفا، لكنه لم ينجح في ذلك. شعر والده بالقلق بسبب نوعية النشاط الذي يمكن أن يملأ الفراغ الذي خلفه هذا الحلم، المخدرات أو حتى ما يعرف بالدولة الإسلامية. بخاف عليه من الهوى، يمكن احتمال ينحرف للأشياء التطرفية، الله أعلم. كنت أروح أوديه على الفوتبول وأجيبه سبورتي، أغني معه، أوديه وأدير بالي عليه. صار شاب، صار يصلي، يروح على الجامع، يقعد، صار يتعوق، بروح على البيت بقعد بصفن. بس انتبهت لإشي مش بعديش، أنا بقدرش، هو ما حكاليش إشي، أما أنا مسكته سيدته، قلت له يا بتعتني أقول لك أنت بتلعب فوتبول، بدك تخلص فوتبول، شو رأيك تروح على الجيش؟ انصحني يا جماعة يا جيش. حابب تروح على الجيش؟ إذا الأبو بديرش باله على أولاده 100%، لا بيوم بتلاقي يمكن تلاقيهم بعد الجمعة السورية، أو بتلاقيهم بالضفة، أو بتلاقيهم بالمخدرات لا سمح الله. على النقيض من أصدقائه يحصل محمود كجندي على راتب جيد، ويتميز عن المجندين اليهود بأن بإمكانه التقدم للحصول على قطعة أرض كمنحة لتأسيس بيت عليها. في شباب شافت إلا بيروح على الجيش، عنده تفكير منيح بالجيش، مظبط حاله، خلص من الجيش، انطوه بالاول، انطوه نصدر لهم ارض، انطوه ساعدوه ماديا، وتقدم حياته، ما ماشي تقدم.